نتكلم أيضا في سلسلة الرجاء عن حفظ الله لنا. حفظ الله لنا بيتغنى به المرتل في المزمور ويقول: الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. عبارات معزية كلما نصليها في المزامير نمتلئ رجاء. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. حفظ ربنا واضح جدا في قصص كثيرة من الكتاب. يعني مثلا نلاقي طفل زي موسى النبي اترمى في صفت وفي البحر خوفا من فرعون، فتكون النتيجة ان مش بس ربنا يحفظه، ده ربنا يخليه ابنة فرعون ويعيش في قصر فرعون بكل ما فيه من متع. لما نشوف حكاية هيرودس وقتل الأطفال نلاقي ان كل الأطفال بتوع بيت لحم اللي قتلهم هيرودس كلهم اتقتلوا من أجل واحد بس، اللي هو الطفل يسوع اللي كان قصده يقتله. فتكون النتيجة ان الطفل الوحيد اللي هيرودس عايز يقتله يبقى هو الطفل الوحيد الذي ينجو من القتل، هو وطفل آخر يعد الطريق قدامه اللي هو يوحنا المعمدان. يعني مهما حاول هيرودس انه يعمل وياخد احتياطات، ما دام فيه حفظ إلهي يبقى ما فيش حد يقدر على حاجة. حياة الناس في يد الله وليست في يد أناس آخرين. على رأي المثل اللي بيقول: اديني عمر وارميني في البحر. ربنا ادى موسى عمر ورماه في البحر، ما جربلوش حاجة، طلع من البحر سليم. ده في واحد أكتر من كده، مثال رائع وعجيب للحفظ الإلهي. يونان يخش في بطن الحوت. مين يقدر يخش في بطن الحوت ويخرج تاني، ويخرج تاني سليم، ويخرج تاني ويؤدي رسالة، ويخرج تاني ويبشر بلدا كبيرا ويسمعوا ليه بالتوبة؟ ده ما فيش غير الحفظ الإلهي. يبقى جوه بطن الحوت ولا يهضمه ولا يحلله ولا حاجة ويخرجه سليم. وسليم فين؟ في الحتة اللي هو عايز يروحها. ده مثل عجيب في حفظ ربنا. يعني الإنسان يكفي إنه يطمئن إلى عمل الله معاه وما يخافش بعد كده. مشكلتنا إن إحنا إما بنخاف، لا إما إن إحنا ما عندناش إيمان بحفظ الله، ومع ذلك نصلي في صلاة الشكر في كل مرة ونقول نشكر صانع الخيرات. ليه؟ لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا. طب ما دام تؤمن إن الله بيحفظك ليه بتخاف؟ التلاميذ مرة خافوا وهم في السفينة لأن ما كانش عندهم إيمان بحفظ ربنا ليهم. خافوا لألا الأمواج ترميهم في البحر ويروحوا. فربنا مش بس اداهم فكرة إنه هو يمكن أن ينتهر البحر وينتهر الأمواج،
ده اداهم فكرة ان يمسك ايد بطرس ويمشيها على المية، مش جوه السفينة يحفظه، لا يحفظه هو فوق المية وماشي وما يجرالوش حاجة. ولما يخاف ويشك في الحفظ يقع، فيقول له لماذا شككت يا قليل الإيمان؟ الشك في حفظ ربنا نوع من قلة الإيمان. أما الشخص المؤمن ما يهموش أبدا أبدا. التلات فتية ما همهمش، يترموا في النار يترموا، ووجد معهم الحافظ الذي يحفظهم، ولا ريحة النار دخلت في ثيابهم ولا حرقت شعراية واحدة من شعرهم، ومشيوا جوه النار ومعاهم رابع يشبه ابن الآلهة في منتهى الحفظ وفي منتهى السلامة. ونفس الوضع نقوله على دانيال في جب الأسود، إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. ده الحفظ الإلهي اللي يؤمن الإنسان إن في عناية إلهية تحيط به من كل ناحية، وما يخافش من حاجة أبدا. يرتل المزمور ويقول يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وإليك لا يقتربون، بل بعينيك تبصر ومجازات الخطاه تبصر. يعني تبص كده تلاقي الخطاه اللي عايزين ياكلوك هم اللي اتاكلوا. ده الحفظ الإلهي. وأولاد الله كانوا يعيشون دائما في هذا الحفظ ولا يشكون فيه إطلاقا. عندنا مثل جميل في قصة القديس الأنبا أنطونيوس. مرة أحاط به الشياطين، جمع كبير منهم وأخافوه، عدد ضخم. فأنبا أنطونيوس أجابهم بعقل، قال لهم لو كان ربنا أعطاكم سلطانا علي فمن أنا حتى أقاوم الله؟ وإن كان الله لم يعطكم سلطانا علي فولا واحد فيكم هيقدر علي. إن كان الله ما أعطاكمش سلطان علي ولا واحد فيكم هيقدر علي. أهو ده كلام الإنسان المؤمن بحفظ ربنا. أنت يا رب اديت فلان ده سلطان عليا ولا ما اديتوش أبقى أنا ولا يهمني. يعيش في حفظ الله. عشان كده يغني في المزمور ويقول إيه؟ لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. طب وإيه اللي حصل؟ بيقول نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. هذا الكلام المظبوط. عصفور ومش صياد واحد واقف قصاده، ده الصيادين. وايه اللي حصل؟ ولا حاجه، الفخ انكسر ونحن نجوب. ازاي انكسر؟ ده حفظ ربنا بقى، ده احنا ما نخشش فيه. 1000% ان العصفور ما عندوش قوه انه يكسر الفخ. امال انكسر ازاي؟ الحفظ الالهي. الفخ انكسر ونحن نجوب، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والارض. ادي الانسان اللي يؤمن بالحفظ الالهي، يؤمن بان لو اجتمع الصيادون ونصبوا فخاخهم فالفخ ينكسر وهو ينجو. واللي ما عندوش ايمان بهذا الحفظ يخاف من غير فخاخ، يعني تلاقيه خاف لوحده كده. زي ما بيقول الكتاب على الانسان الشرير يخاف ولا مطارد، ما فيش حد بيطارده وهو خايف، واقف يرتعش لوحده، يخاف من ضراب. ما دام ما فيش عنده ايمان بالحفظ الالهي. العيال بيخافوا بالليل لان عندهم ايمان بوجود العفاريت، ايمان خاطئ طبعا. لكن لو عندهم ايمان بحفظ الله ينام وهو هادئ.
ويعلق يافطة فوق سريره مكتوب عليها الرب يحفظ الأطفال، جزء من المزامير بتاعة النوم. الرب يحفظ ايه؟ الأطفال. كنت زمان وانا صغير، ربما تقولوا نهايته، كنت زمان وانا صغير احب صورة كده توري ترعة موجودة وعليها جسر صغير، حتة خشبة وعيلين ماشيين، اقل هزة توقعهم في المية، وفي ملاك مدفدف عليهم، ولا عيل بيقع في المية ولا حاجة، لان في ملاك يحافظ عليهم. ده كويس ان احنا نعلم الاطفال الصغار والاطفال الكبار، نعلمهم حفظ ربنا، وانك منين ما تمشي في ملائكة حالة حواليك وتنجيك وتحفظك من كل شر. الرب يحفظك من كل سوء، يعني مش نوع خفيف يحفظك منه نوع تقيل تقع فيه، من كل سوء. الرب يحفظك من كل سوء. الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. يا ريت وانت خارج من باب بيتكم ترشم روحك بعلامة الصليب كده وتقول للرب يحفظ دخولك وخروجك، وانت راجع ترشم نفسك وتقول للرب يحفظ خروجك ودخولك. الرب يحفظ خروجك ودخولك، الرب يحفظك من كل سوء. يعني شوفوا مثلا واحد زي داود النبي، شاول الملك طارده بكل عنف في كل مكان، من برية لبرية، من قفر لقفر، من مغارة لمغارة، من بلد لبلد، مطاردة عنيفة، لازم يقتله، لازم يموته. وعمل حواليه مؤامرات، وحتى أراد أن امرأته ميكال تتآمر عليه، وأراد أن أخوها يونسان يتآمر عليه، ما فيش فايدة. وداود ينظر إلى كل مؤامرات شاول ويبص لروحه في المراية ويقول له الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك، ولا تخاف. هذا الإنسان اللي عنده رجاء في ربنا في كله. حتى لو امرأة مثلا بنتها خرجت مشوار وخايفة عليها في السكة، قبل ما تخرج البنت ترشمها كده وتقول لها الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك، وبعد كده تطمئن، مش يجرى لها حاجة. دي ايه بقى؟ حوطتها بالمزامير وتركتها في رعاية الله. وهكذا أي عيلة ابنها يروح في غربة، يتغرب لوحده، إما في دراسة، إما في عمل، إما في أي حاجة، كل يوم يصلوا له ويقولوا له الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك. مشكلتنا أننا نفصل ما بين المشاكل وعناية الله. المشاكل موجودة وعناية الله موجودة. تخلي المشاكل لوحديها تنفرد بيك، يبقى ضيعت نفسك من الحفظ الإلهي. تحط عناية ربنا، ما تخافش من المشاكل. واحد يقول لك في مشاكل كتير، قل له في حفظ إلهي كتير. في ضيقات كثيرة، قل له في حلول إلهية كثيرة. الرب بيحفظ نفسك. عشان كده الناس اللي بيحفظوا المزامير ما بيتعبوش أبدا في حياتهم. ينام يلف نفسه في مزمور، ويخرج بره يلف نفسه في مزمور، وعايش مبسوط. احفظوا المزامير تحفظكم المزامير.